بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحق العدل. بعد الاطلاع على المواد 15 واحد و17 و18 و304 و309 و313 و384 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 30 و40 ثالثا و45 واحد و46 و234 و235 من قانون العقوبات. حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثاني فهو غيابي. أولا، بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى، موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة. ثانياً، بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العدل بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى، موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة. ثالثاً، بإلزام المحكوم عليهما سالف الذكر بالمصاريف الجنائية. رابعاً، بمصادرة المضبوطات المقدمة، موضوع المحاكمة. خامساً، ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد، عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، حسن محمد عبد الرحمن يوسف، إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، أسامة يوسف إسماعيل المراسي، وعمر عبد العزيز فرماوي عفيفي، مما أسند إليه كل منهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة. سادساً، بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. سابعاً، ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها. ثامناً، بإحالة الدعوى المدنية المقام أمام المحكمة إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الأسباب: بما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها بما هو ثابت في الأوراق، بما تطمئن إليه من أدلة وقرائن مهما بلغت، فهي الأمينة على الدعوة، وهي التي تحقق وتدقق. ومن خلاصة القول أن الأوراق وقد جمعت كثير من الدفوع التي ساقها الداعي في جريمة القتل العمد وفي باقي الجرائم الأخرى، فإن المحكمة قد تولت الرد عليها بكل دقة وعناية قضائياً وقانونياً وفقهياً، وتود أن تشير إلى أن الاتهام الخاص بالعطية
وهي موضوع الفيلات الخمس، قد انقضت بمضي المدة لمرور 10 سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانوناً وفقاً للمادة 15 من قانون العقوبات، مع التفصيل الوارد بالأسباب. أما بالنسبة لما أسند من اتهامات لقيادة الشرطة، فإن المحكمة بعدما استمعت إلى شهود في هذه القاعة وبعد القراءات والغوص في أوراق الدعوة التي تشاهدونها جميعاً، وما بلغت من أقرب من 60,000 صحيفة بكل دقة وكل عناية، قد ارتأت المحكمة بناء على كل ذلك أنه إذ لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها أو حتى الآن، فلا يوجد قطع أو يقين في اتهام هؤلاء. خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات فحصتها المحكمة فحصاً دقيقاً وشاهدتها بنفسها، خلت من أدلة مادية عتاد ذخائر معتبرة تطمئن إليها المحكمة يمكن إسنادها إليها. ثالثاً، خلت أوراق الدعوة وما قدم فيها من مستندات من تسجيلات صوتية كانت أم مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليها المحكمة وتثبت على سبيل الجزم والقطع واليقين الذي هو مبراس المحكمة أن الفاعلين الأصليين هم الجلسة. رابعاً، خلت أوراق الدعوة مقدمة فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أي اتصالات سلكية ولا سلكية أو ثم تسجيلات تعتمد عليها المحكمة في الإدانة. خامساً، أن المحكمة لا تطمئن إلى ما تم إثباته بدفاتر مخازن السلاح بقطاعات الأمن المركزي المقدمة في الدعوة وتطرحها لما يساورها من شك بشأنها. سادساً، خلت أوراق الدعوة من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجني عليهم قد حصلت من أسلحة رجال الشرطة. سابعاً، أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي وإن صح ما أثبت بها من إصابات لكنها في عقيدة المحكمة لا تصلح دليلاً على شخص محدثها. ثامناً، خرجت أوراق التداعي من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقيني جاذم يثبت للمحكمة بما تطمئن إليه من ارتكاب أي من المتهمين المذكورين الواقعة. والمحكمة تاسعاً تود أن تضيف أنه غني عن البيان أن تؤكد أن إلى ما نسب إلى المتهمين بالاشتراك بالامتناع فعل الامتناع لم يتوفروا إلى المتهمين الآخرين، وعلى ذلك قضت لهم بما تقدم. ولا يسع المحكمة في هذا المنحى من التداعي بما سطرته بيمينها الطاهرة وما وقر في ضميرها عن حق وصدق وما استقر في وجدانها عن يقين وجزم، إلا أن تذكر ما تيسر من آيات الذكر الحكيم لعل من يقرأها يعود إلى الرشد ويتقي الله في علاه فيجعل له مخرجا. ومن آياته سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من تشاء وتذل من تشاء بيدك الملك خير إنك على كل شيء قدير. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد
فنعمل غير الذي كنا نعمله قد خسر أنفسهم وضل عنهم. قدم المحكمة أسباب حكمها وقول الله في علاه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق لقد جئنا بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. انتهت الجلسة أخيرا.